تروح من سطيف حتى الوهران باش تتضارب مع اصحابك اللي جاي يسيبورتيو نفس الفريق. يعني انت تسيبورتي سطيف وهو يسيبورتي سطيف، ومن بعد تشعل هكذا النار، ومن بعد ولاو ينحوا في السباتي. يعني دوك راكو حابين حتى السبته يولي الشرطي ما يخليكش تدخل الحزام تاع السروال تاعك. دوك تشوفوا الصور يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. شاهدوا مثل هذه الصور. يعني ما فهمتش انا والله، ابحث عن تفسير مقنع لما اشاهد. لم افهم تماما مثل هذه الصور اللي رانا نشاهدوا فيها والتي دامت لمده طويله. انا ما حطينا لكمش كل الصور، ولكن ما يحدث غريب الاطوار. ما كانش فيه سبب يا جماعه الخير. لو كان واحد يروح الى سطيف من اجل مناصره الفريق باش يولي في حل وربط ويولي في مثل هذه الاشتباكات ومثل هذه النعارات ومثل هذا. شوف يعني لو كان يطيح كما نتكلموا هنا في الاستوديو، لو كان يطيح للملعب في هذاك التشابك وهذاك الضرب المتبادل، واحد تشوفوه بالدماء. يعني هاوليك لا تريكو بيض هذاك او بالدم. يعني علاش عليكم يا جماعه الخير؟ علاش؟ حرام مثل هذه الامور يا اخي. جيت تشوف مباراه في كره القدم الا لما كنتش في وعيك. الا ما راكش في وعيك، انا ترددت قبل ما نوري هذه الصور، ومن بعد قلت نوريهم باش الناس تشوف راهم يروحوا للملعب. ملعب جميل كما ملعب ميلود هدفي، جيت تشوف المباراه. علاش دير مثل هذه الصور؟ علاش؟ فهمني برك، اعطيني سبب واحد لمثل هذه الاشتباكات.